اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده طبعا انا تعبانه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وبرضو في نفس ذات الوقت محتاجه اجيب مشتريات. فعملت ايه؟ انا ببقى واخده نمره ماركت كده، عارفه ان اسعاره كويسه وزي السوق بالظبط، فبمشي اموري وبمشي دنيتي بان انا اتصل بيه يجيب لي هذا الوقت اللي بحتاج ان انا اجيب فيه الحاجه ديليفري. يا جماعه، مش معنى ان احنا بنوفر ومعنى ان احنا بنقول يعني ايه ان احنا نحاول نقتصد وكده ان احنا نيجي على نفسنا وصحتنا. الولاد بيمتحنوا، محدش فاضي، مواعيد نومهم ملخبطه، بيتك فاضي وانت تعبانه، فمفيش مانع ان انت تستغني عن 10 جنيه 15 جنيه توصيل، وهو بيبقى عارف ذوقك في الحاجه وعارف انت بتجيبي الحاجه ازاي، ولازم تبقي مرتبه امورك على كده. دي فكره بس حبيت اوصلها لكم في الفيديو، في بدايه الفيديو كده. اول حاجه مفيش غنى عنها في البيت طبعا، وانتوا عارفين وانا معوداكم على كده، البيض يا جماعة. أنا نايمة تعبانة مش قادرة أعمل حاجة، الولاد اللي هيعمل شكشوكة، اللي هيعمل بيض مقلي، اللي هيعمل بيض مسلوق ورغيف عيش والدنيا هتمشي. يبقى البيض من الأساسيات اللي مفيش غنى عنها نهائي 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 في البيت، ما تقطعهاش من بيتك. تمام؟ لأن البيت أول ما فضي من البيض انا حسيت ان البيض يعني نقصه كتير جدا جدا جدا. فالبيض من الحاجات، وصغير وكبير بيحبه، وصغير وكبير بيبقى عايز يعمل ياكل بيض عادي، ما فيش عنده اي مشاكل. ده اول حاجة في المشتريات. بعد كده طبعا في عندنا برضو اللبن يا جماعة برضو مهم قوي قوي قوي. اللي عايز يشرب نسكافيه، اللي عايز يغلي كوباية لبن ويشربها، اللي عايز شاي بلبن، برضو حلو اللبن. فانا جبت كيلو بس على بال ما اجيب من اللي انا بتعامل معاها، عشان انا برضو مش ضامنه اللبن قوي، ما بجربوش كتير، فجبت كيلو هغليه ويبقى موجود في البيت. فطبعا برضو مفيش غنى عنه. الجبنة القديمة دي دول ب90 جنيه طبعا. الجبنة القديمة دي حلوة قوي قوي، بطماطم كده في السندوتشات، هي والبيض كده في البيت، خلاص في نعمة كبيرة عندك في بيتك. طبعا الرومي، في عندي اللي ما بيحبش الجبنة دي بيسيح عيش سندوتشات رومي، بيسيحها وبياكلها او مع الجبنة او مع موتزاريلا. فيعني الولاد عارفين بقى، بيبقوا قاعدين في الشتاء وجوع اخر الليل وسهرهم وامتحاناتهم ومذاكرتهم، فبيقعدوا يخترعوا، فبيبقوا عايزين مادة خصبة للاختراعات. فمش هيلاقوا بقى، بجيب لهم انا اللي يمشي حالهم يعني ويمشيهم على الموضوع ده. جبت بقى كيس البن ده الكبير، اكتشفت ان هو اوفر من التاني. يعني ده كام جرام اوفر بكتير بكتير بكتير، وبيقعد فترة كبيرة جدا. دول كام جرام؟ 200 جرام. 200 جرام بيقعدوا فترة اطول ما بتجيبي 100 جرام ب 100 جرام. فال 200 جرام حلو قوي يا جماعة، نصيحة مني يعني او عن تجربة. برضو الشاي، احنا بنحب شاي العروسة جدا جدا، فجبت ال 250 جرام، بدل ما انا عمالة باكو ما بيستحملش، الجو برد وعلى طول احنا قهوة شاي قهوة شاي والولاد، فالجو برد. بسم الله ما شاء الله، يعني لو عندك ولاد بقى، يعني 2 3 4 وانت كمان وممكن باباهم، فالدنيا هتمشي ازاي؟ فبتحتاج ان انت يبقى عندك على طول في البيت. تمام. جبت طبعا كيلو موز، بس هو اخضر مش عاجبني طبعا. الكيلو الموز ده بكام؟ هو جايب كيلو ونص، قايله كيلو، جايب كيلو ونص، 45. ما علينا وعلى اللي جنبينا. بس هو مشكلة الموز بقى ان هو مقدره، ده عايز يفضل بقى، ده مش يتاكل دلوقتي، انا ولادي استحالة ياكلوا ده لازم يفضل كده اسبوع. انا جبته ليه بقى؟ هو طبعا جايبهولي كده يعني على مزاجه هو، مع ان انا قايله له مستوي، بس مش مشكله. جبت كمان استفندي طبعا عشان بقى البرد وكده.
جبت 2 كيلو استفندي حلو قوي بلدي، حلو اهو، حلو جميل. الواحد ياكله كده ايه، ملوش نفس للاكل عشان البرد وكده، فحلو الاستفندي. واللي مفيش برضو غنى عنها في البيت نهائي 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 طول الشتاء، بطاطس التحمير. بطاطس التحمير يا جماعه، عندك بطاطس وعندك الحاجات دي في البيت، انسي بقى ان انت تضطري تقومي وتطبخي وتعملي، انسي الكلام ده كله. فطبعا وجبت بقى ايه، كانش عندي مسحوق غسيل، فجبته. والاوكسي ده ريحته حلوه قوي، حلو قوي الاوكس ده يا جماعه، جبته ماشي. ده 6 كيلو. خلاص يبقى كده انا جبت الايه المشتريات دي بقى جت بكام بالتوصيل بمش عارفه ايه كده، يعني قلت 850 جنيه، بس هيستروا البيت شويه. عندي الرز، عندي الرز، ممكن اعمل رز وبطاطس حتى يبقى غدوه، وطبق سلطه. عندي الطماطم، بيض مسلوق كده. فصدقوني ما تقفيش يعني ما تسيبيش بيتك فاضي مش قادره تنزلي زي ما قلت لك كده. اول حاجه بقى هنظم البيض، ما ينفعش اشيله كده ولا اسيبه للولاد من غير ما يكون في عبوه غويطه كده، فطبعا هيكسروه، فلازم احطه لهم كده. والبيض ما بيتغسلش الا وقتها يا جماعه، البيض ما بيتغسلش غير وقت عمايله، وقت ما هتقليه، وقت ما هتسلقيه، هتعمليه شكشوكه اغسليه. انما تغسليه وتشيليه مغسول غلط، يبقى فيه بكتيريا، فمضطرين نشيله بالشكل ده. معرفش ليه دايما البيض عندنا ملحوس كده في مصر، معرفش دايما لا بتبقى علامه مميزه، بيض يتعبى متلحوس كده. كل ما اللحوسه زادت كل ما كان البيض ايه كويس. بهزر طبعا اهو. طبعا البرد بقى وكده، ومتلكفتين لكفته ما بعدها لكفته عشان ندفي نفسنا. خدوا بالكم من نفسكم يا جماعه ومن صحتكم في الايام دي، لان بجد بجد ربنا يستر على الجميع. ده خلاص اهو، ده هيتشال كده وده هيتشال كده، ده هغليه. لسه بقى ايه السفندي هحاول احطه هنا عشان اشيله ايه على السفره كده، رايحين جايين ياكلوا منه. يا جماعه يعني اطفال كبار ولادنا دول مسؤوليه كبيره علينا، فلازم ناخد بالنا منهم كويس جدا يعني. طبعا ده بقى انا هشيله لما يبقى ايه يستوي، هشيله كده في كيس لما يبقى يستوي براحته بقى، مش هيتاكل دلوقتي. ودي هشيلها برضو. عايزه اقول لكم بقى على حاجه قبل ما اقفل معاكم الفيديو. دي عبوه السمنه البلدي اللي انا بجيبها، دي ممكن تكفيني، او انا ارضى انها تكفيني شهر وهي بعبوه صغيره كده، افضل ما اجيبها سمنه بلدي مفيده واعمل بيها ايه وازودها زيت. اوعوا يا جماعه تعملوا العمله دي، اوعوا تزودوا السمنه البلدي اللي انتوا جايبينها ودافعين فيها قد كده. يعني البرطمان ده ب200 جنيه، تخيلوا البرطمان الحته دي ب200 جنيه، بس انا عندي دي احط معلقه صغيره بمعلقه صغيره كده في الاكل، تطعم الاكل وتديله فوائد وتديله ريحه حلوه وتشجع الولاد على الاكل، افضل من ان انا اعمل عبوه قد كده كبيره قوي قوي وابقى حاطه فيها زيت وكلام من ده. لا ما ينفعش. فانتي كل شهر كده خنصري، او كل شهرين حتى خنصري كده مبلغ زي ده وهاتيلك عبوه زي دي، وقللي زيت قوي قوي قوي، وقللي برضو سمنه، يا دوب تحطي معلقه كده بس تطعمي بيها الاكل. مش حاجه اسمها نزود ونكتر ونعمل ونحط زيت على سمنه بلدي، الواحد دافع فيها دم قلبه علشان يروح يزودها ويضاعفها بزيت. طب ما انا اعمل بزيت واجيب ريحه السمنه البلدي من عند العطار واحطها على الزيت وخلاص خلصنا. ما ادفعش انا اجيب ريحه السمنه البلدي ب10 جنيه واحطها. لكن انا جايبه حاجه صحيه
جايبه حاجه تفيدني وتفيد اولادي، ما احطش عليها بقى ايه حاجه تضرنا. تمام، دي بس حبيت اقول لكم على المعلومه دي. من هنا لرمضان هقعد اجيب من ده كده، عشان انا محتاج في رمضان كتير، فاجيب كمان 2 ولا حاجه يبقوا موجودين عندي، او واحده حتى على دي تبقى موجوده عندي، لان احنا شهر واحد ده قضيناه عيا، فما طبخناش كتير. تمام. البطاطس برضو احسن حاجه ليها اسلقيها وكلوها مهروسه، جميله قوي، جميله قوي قوي مهروسه يا جماعه، افضل من القليه برضو ووجع القلب. ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تشاركوا القناه مع المهتمين بالاكلات والحاجات الماميز يعني عموما، واكتبوا لي تعليق حلو كده منكم يفرح قلبي. مع السلامه.